مساء الخير عليكم. لو أول مرة تتابعني اعمل لايك وشير وتابعني في رحلتي لجزر المالديف. سافرت من مطار القاهرة على طيران الاتحاد، وكان في ترانزيت في أبوظبي ساعة واحدة بس. التذكرة ذهاب وعودة كانت ب250 دولار. والمطار الأشهر ويمكن الأرخص في المالديف هو مطار مالي، موجود في جزيرة مستقلة جنب جزيرة مالي. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby واللي في الصورة قدامكم جزيرة مالي العاصمة. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. وصلت مطار مالي ورحت مكتب الدخول. الضابط سألني على حجز الفندق وحجز العودة وختم لي دخول وعديت. والفيزا للمصريين مجانية تماما، ما بتدفعش أي رسوم وعند الوصول كمان. هنا أول ما تخرج من المطار، هنا المطار يا جماعة. أول ما بنخرج من المطار بنطلع على طول ونخش شمال ناحية فيري دومالية. دي اللي هي الفيري المحلية، دي اللي هي الفيري المحلية اللي زي دي، زي الفيري دي كده بالظبط. دي تقريبا من المطار لمالية تقريبا ب10 روفية. ومالية اللي هناك دي. في اللانش السريع اللي زي ده، وده بيودي بقى على جزر مختلفة بتكون متفق مع الفندق عليه. أسعاره بتتراوح ما بين 25 دولار لغاية 50 دولار على حسب الجزيرة. ركبت الفيري اللي هتوديني مالية، ومن هناك هركب لجزيرة مافوشي اللوكال فيري. طبعا يا جماعة اللوكال فيري دي بتكون أرخص بكتير جدا من اللانشات اللي موجودة. أنا زي ما قلت لكم سعر اللانش تقريبا لجزيرة مافوشي حوالي 50 دولار، فاللوكال فيري اللي أنا هركبها من مالية تقريبا ما يعادل 3 دولار. وصلت مالية. هي الجزيرة مش أحسن حاجة، مفيش حاجة تتعمل فيها، حتى ما فيهاش أي سياح ولا أي حاجة خالص. وده المكان اللي هجيب منه التيكت اللي رايحة مافوشي. ده مكان اللوكال فيري، يعني أي جزيرة حابين تطلعوها سواء بقى مافوشي أو أي جزيرة تانية، كل التيكتس بتتباع هنا في المكان ده. اول ما بتنزل من العبارة اللي جاية من المطار بتلاقي على طول المكان ده موجود. اشتريت التيكت لجزيرة مافوشي وقاعد مستني الفيري. هنا كل مواعيد الفيري اللي رايحة الجزر التانية. المفروض ان الرحلة هتكون تقريبا ساعتين او ساعتين وربع. دي العبارة هي يعني مش احسن حاجة، بس يعني تقضي الغرض. يعني في نفس الوقت فرق شاسع ما بين سعر العبارة دي وسعر اللانش يعني.
حوالي تقريبا حوالي ساعة ونص في الفيري. الموضوع مرهق قوي بصراحة. يعني هي صوتها عالي جدا ومش مريحة، لكن فرق السعر بصراحة يستاهل يعني. فأدينا مستحملين بقى لغاية لما نوصل مفوشي. ودي يا جماعة الريزورت اللي موجود في المالديفز. في كذا ريزورت موجود بنفس الشكل ده كده. بتكون زي فيلا صغيرة خالص، وليها مدخل من بره ومدخل على البحر على طول. بس يعني تقريبا من 300 و 350 $400 في اليوم. بس بصراحة وهم يعني جميلة جدا. وأخيرا خلاص داخل على مفوشي، هي دي الجزيرة. ووصلت يا جماعة أخيرا جزيرة مفوشي. رحلة مرهقة جدا جدا جدا، بس الحمد لله أخيرا وصلت. أخدت شنطتي من الفيري وهتمشى لغاية الأوتيل. أسعار الأوتيلات بتبدأ تقريبا من 30-35 دولار كده، لحد بقى يمكن $200 أو $150 في الجزيرة هنا. الجزيرة يا جماعة هادية جدا وجميلة قوي. أغلب المطاعم هنا كلها آسيوية، يعني في مطعم هو ده صيني أعتقد. المطاعم هنا أغلبها كلها هندي صيني، والأكل كله طبعا هنا حلال. المالديفز هي دولة إسلامية، فالأكل كله حلال، مفيش أي مشاكل فيه خالص. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكومنت وشير عشان يظهر لكم كل فيديوهاتي، واستنوا الجزء التاني من رحلة المالديف.